الجزء السادس من الباب الأول من كتاب لأ بطعم الفلامينكو لدكتور محمد طه. مرايا الروح. الساعة تجاوزت 12 ظهر يوم يبدو استثنائيا منذ بدايته. الشمس ما زالت تتوسط سماء مدينة بارما الإيطالية كأنها لا تنوي المغادرة، بل إنها نجحت في تسريب بعض من أشعتها الذهبية عبر السحب المتكاثفة أمامها لتخترق في هدوء نافذة معمل جامعة بارما العتيقة، وتستقر على زجاج العدسة اليسرى لنظارة ذلك الرجل الوسيم رمادي الشعر المكتوب على جيب قميصه بخيوط زرقاء اللون جيم ريتزولاتي. توجه الرجل نحو النافذة ليسدل ستائرها كما يفعل كل يوم، لكنه وللمرة الأولى منذ سنين قرر أن يترك أشعة الشمس تنساب للمكان ربما تحمل جديدا يأتي على غير موعد. قام ريتزولاتي وزملائه بتثبيت المجسات الكهربائية على رأس القرد ميم، وجلسوا يراقبون نشاط مخه وهو يلتقط حبة الموز من على المنضدة المثبتة في أحد أركان الحجرة ثم يعيدها مكانها مرة أخرى. وبعد عدة ساعات متواصلة من الملاحظة والتسجيل ظهرت أمارات التعب والإجهاد على فريق الباحثين، وقرروا إنهاء تجارب اليوم الذي كان مجهدا بالفعل. خرج الجميع من الغرفة واحدا تلو الآخر قبل أن يرمق ريتزولاتي المكان بنظرة خاطفة وهو يوصد الباب خلفه، لكنه تردد قليلا قبل أن ينزع مفتاحه من ثقب الباب. يبدو أنه تذكر شيئا. نعم، المجسات الكهربائية ما زالت مثبتة في رأس القرد، وحبة الموز ما زالت على المنضدة. يا لضعف التركيز وهشاشة الذاكرة. عاد الرجل أدراجه للداخل ومد يده ليأخذ حبة الموز من أمام القرد، لكنه تسمر مكانه فجأة واتسعت حدقتاه في ذهول. لقد رأى بعينيه ما لم يكن يتوقع رؤيته أبدا. إنه اكتشف للتو اكتشافا سيغير تاريخ العالم إلى الأبد. من المعروف علميا أن المنطقة رقم 4 في القشرة المخية هي المسؤولة عن تنبيه الأعصاب لتقوم بدورها بتحفيز العضلات ومن ثم الحركة. بمعنى أنك لو أردت أن تقلب صفحة هذا الكتاب الآن فستقوم المنطقة 4 ببدء مجموعة من النبضات العصبية المتلاحقة تصل من مخك إلى أعصاب ذراعك ويدك، لتؤدي أخيرا إلى تحريك إصبعيك السبابة والإبهام بعد ضمهما على ورقة كتابك في الاتجاه من اليسار إلى اليمين. لكن ما اكتشفه ريتزولاتي في هذا اليوم كان شيئا مختلفا تماما. فبعد أن مد يده ليرفع حبة الموز من أمام القرد، فوجئ بأن المجسات المثبتة على رأس ميم تلتقط نبضات عصبية من المنطقة 4 داخل مخه، رغم أن القرد لم يفعل شيئا، لم يتحرك مطلقا، فقط كان يراقب ما يفعله الرجل. فرك ريتزولاتي عينيه في دهشة بالغة كأنه يفيق نفسه من حلم غريب، وقرر ما فعله مرة أخرى لتزداد دهشته بأن يحصل على النتيجة نفسها. مونكي سي مونكي دو، أو حينما يرى القرد حركة من شخص ما يتعامل معها مخه كأنه هو صاحب الحركة. لماذا يحدث ذلك؟ كيف يحدث ذلك؟ ما تفسيره؟ هل يحدث في مخ الإنسان أيضا؟ عشرات بل مئات الأسئلة تفجرت في عقل صاحبنا الذي بدأ هو ومئات الباحثين الآخرين في نهايات القرن العشرين سلسلة هائلة من التجارب العلمية في جميع أنحاء العالم، انتهت إلى وجود ما يعرف بالخلايا العصبية المرآتية Mirror Neurons، وهي مجموعة من الخلايا المخية الدقيقة جدا تستطيع أن تراقب مخ الشخص الذي أمامها وتقلد نبضاته وإشاراته وتنقلها إلى مخ صاحبها كما هي، تماما كما تفعل المرآة. يحرك الشخص ألف قدمه مثلا، تنبض المنطقة 4 بمخه بإشارات عصبية معينة، تلتقطها الخلايا المرآتية في الشخص ب لتنبض المنطقة 4 بمخه هو الآخر أيضا، رغم أنه لم يتحرك. ما معنى ذلك؟ وما علاقته بك؟ هل أنت مستعد للإجابة؟ عارف حضرتك لما تتثاءب في وسط ناس بيحصل إيه؟ بتلاقيهم كلهم أو على الأقل معظمهم بيتوب زيك. سألت نفسك قبل كده ليه ده بيحصل؟ طيب، عارف لما تبقى مع مجموعة من أصحابك ويكون معاكم واحد مكتئب وحزين شويتين، تلاقي 2-3 من المجموعة بدأوا يقريفوا ويتضايقوا ويكتئبوا زيه ويروحوا بيوتهم شايلين الهم من غير أي سبب. بلاش كده. لما تكون راكب عربية جنب حد
ويظهر فجأة على البعد واحد متهور قرر يعدي الشارع، فالسواق يدوس فرامل بسرعة، وتلاقي رجلك انت اليمين بحركة تلقائية تدوس فرامل هي كمان، رغم ان مفيش تحتك فرامل ولا حاجة، ولا انت اللي سايق اصلا. خد المفاجأة بقى. شفت الطفل الرضيع لما يعيط فأمه تقول ده جعان؟ يعيط تاني بعدها بشوية تقول ده عنده مغص؟ يعيط تالت تقولك ده عاوز ينام؟ طيب هي عرفت منين؟ رغم انه نفس العياط ونفس الطفل. ايه ده؟ هو في ايه؟ وازاي ما سألتش نفسي الأسئلة دي قبل كده؟ ريتزولاتي وفريقه قدروا يلاقوا باكتشافهم العظيم إجابة لكل الأسئلة دي وأكتر منها بكتير. هما اكتشفوا ببساطة إن بعض خلايا مخ حضرتك بتعكس بالظبط اللي بتشوفه في مخ الشخص اللي قدامك وهو بيتحرك أو بيتكلم أو بيفرح أو بيحزن، كأنك أنت اللي بتعمل ده شخصيا. والحكاية دي مش موجودة في البني آدمين بس، دي كمان موجودة في كتير من الحيوانات. طيب وإيه يعني؟ لا ده يعني كتير قوي. على مستوى بعض الحيوانات مثلا، لما نمر مفترس يبدأ يتحرك ناحية غزال مسالم، خلايا الحركة في مخ الغزال ده هتقرأ اللي حاصل في مخ النمر، كأن الغزال نفسه هو صاحب الحركة، فتقدر تتوقع الحركة اللي جاية من النمر هتكون ايه وتتفاداها وتهرب أو تدافع عن نفسها. ويسموا ده التنبؤ بالحركة، اللي هو مهم جدا في التعامل مع الخطر واستمرار الحياة. لما ابنك اللي عنده كام شهر يتابع حركة شفايفك ولسانك في أثناء الكلام، تبدأ خلايا مخه المرآتية تقرأ خلايا مخك وتبعت إشارات لفمه وشفايفه ولسانه زيك بالظبط، فيتعلم النطق وإخراج الحروف والكلام، ويسموا ده التقليد اللي ليه دور كبير جدا في تطور اللغة والتعلم. لما تقعدي قصاد صاحبتك وهي متألمة وحزينة وتبصي في وشها، خلايا الحزن والألم جوه مخك هتتفاعل مع اللي انت شايفاه كأنه تبعك ويخصك، فتبدأي تتألمي زيها وتحزني معاها كأنك انت الموجوعة وكأنك انت المجروحة. ويسموا ده المواجدة أو التعاطف، اللي هو العنصر الأساسي في أي علاقة طيبة. لما الطفل اللي لسه مش بيتكلم يعيط من الجوع، خلايا الجوع اللي في مخ والدته تحس بيه كأنها هي، فتعرف إنه بيعيط علشان جعان. لما يعيط من المغص تلتقط خلايا المغص عندها، لما يكون زهقان تتفاعل معاه خلايا الزهق بتاعتها. ويسموا ده التناغم، اللي هو أصل كل انسجام بين اتنين. يعني الخلايا المرآتية هي اللي بتخلينا نحس ببعض ونقلد بعض ونتنبأ بالخطوة الجاية من بعض ونتناغم وننسجم مع بعض، هي اللي بتخلينا نحط نفسنا مكان بعض، هي اللي بتقرب لنا المسافات من بعض، هي اللي بتساعدنا نفهم بعض ونشوف جوا بعض ونعذر بعض، هي اللي بتخلينا نتواصل مع بعض بدون كلام ونعرف اللي جوا بعض بمجرد ما نتقابل. هي همس القلوب ولغة العيون ومرايا الأرواح. الخلايا المرآتية هي اللي بتخليني بكتب لك كأني قاعد معاك، وتحسسك إني دخلت جوا مخك وقريت اللي في نفسك. هي اللي بتقدم تفسير علمي ومنطقي لعلاقة التقمص الإسقاطي كتاب علاقات خطرة، ومشاعرك اللي هي مش مشاعرك كتاب الخروج عن النص، اللي بيسقط فيها حد مشاعره أو أفكاره أو سلوكه عليك. يقولك مالك زهقان ليه؟ متضايق من إيه؟ شوف أنت مكشر إزاي؟ وأنت ما عندكش أي حاجة من دول، وبعدين تصدقه وتبدأ تحس بالحاجات دي فعلا، وتزهق أو تتضايق أو تغضب أو حتى تخون، وتتحول بعد شوية لبني آدم تاني خالص. الموضوع ما طلعش كلام أو تشبيهات أو أوصاف نفسية بس، ده حضرتك بيحصل لك تغير بيولوجي حقيقي في المخ نفسه. إذا كان اكتشاف ال DNA هو أهم اكتشاف العلم على مستوى الأفراد، فالخلايا المرآتية هي أهم اكتشافات العلم على مستوى العلاقات. طبعا هيكون منطقي جدا إن كل ما يقل عدد الخلايا المرآتية في مخك، كل ما إحساسك بالناس يكون أقل وعلاقتك بيهم تكون أضيق، كأنك عايش لوحدك. علشان كده مرضى التوحد عندهم أقل عدد من الخلايا دي. وكل ما زاد عدد الخلايا المرآتية في مخك، كل ما إحساسك بالناس يكون أكبر وعلاقتك بيهم تكون أقوى. علشان كده الناس اللي بيطلق عليهم المتعاطفين empathy عندهم أكبر عدد من الخلايا دي، بس للأسف ده بيخليهم عرضة لكتير من الصدمات والمشكلات والخداع والألعاب النفسية في علاقاتهم. أيوة، لأنك بتحط نفسك مكان الشخص اللي بتتعامل معاه بزيادة، بتفرح معاه بزيادة وبيصعب عليك بزيادة، بتديله حتة منك بزيادة، بتروح لغاية عنده بزيادة،
بتحس بيه أكتر ما بيحس بيك، بتفهمه أكتر ما بيفهمك، بتتألم ليه أكتر وبتتألم منه أكتر. أنا عارف السؤال اللي في ذهنك دلوقت، طيب وده حله إيه إن شاء الله؟ أعمل إيه علشان ما يحصلش فيا كده؟ هو ده كويس ولا وحش أصلا؟ أقولك، ده كويس أحيانا ووحش أحيانا أخرى. كويس لما تستخدمه في صالحك، ووحش لما حد يستخدمه ضدك، يعني سلاح ذو حدين. ما تتضايقش من إن حساسيتك النفسية زيادة شوية وإن ده جزء من تركيبك وتكوينك العقلي، علشان ده زي ما هو بيوجع وبيخليك أكثر تأثرا بالصدمات النفسية من الناس، هو كمان بيخليك تحس أكتر بالجمال اللي في الناس، وتفرح أكتر بالخير اللي في قلوب الناس، وتلقط أكتر طيبة في نفوس الناس. بس مهم تقرأ وتدرس وتتعلم كويس قوي عن الألعاب النفسية اللي ممكن تحصل في العلاقات دون وعي منك ومن اللي بيعملها أحيانا، فتخلي بالك وما تبقاش جزء منها وما تسمحش لحد يلعبها معاك، علشان ده أكتر فخ بيقع فيه الأشخاص ذو الحساسية المفرطة اللي عندهم خلايا مرئتية كتير. علشان كده برضو أنا عامل باب كامل في الكتاب ده عن الألعاب النفسية بيشرحهم واحدة واحدة وبالتفصيل. مهم كمان تقرأ حكاية سالي وآن. ما تعرفش مين سالي وآن؟ دول 2 صحابي ما تعرفهمش، تعالى نقابلهم في الفصل الجاي. حكاية سالي وآن. في حكاية مشهورة في العلم الحديث اسمها حكاية سالي وآن. الحكاية دي بتقول إن سالي كان عندها سلة وآن عندها صندوق. سالي حطت الكورة بتاعتها في السلة ومشيت، قامت آن واخدة الكورة من سلة سالي وحطتها في الصندوق بتاعها. تفتكروا سالي لما ترجع هتدور على الكورة فين؟ طبعا الإجابة المنطقية والصحيحة هي إن سالي هتدور على الكورة مكان ما سابتها، يعني في السلة، رغم إنها مش في السلة، ورغم إن صاحبتها آن عارفة ومتأكدة إن الكورة مش في السلة، ورغم إن حضرتك شخصيا كمان متأكد من كده. الكلام ده فايدته إيه ومعناه إيه؟ بالنسبة لفايدته فده اختبار بسيط لكمية ووظيفة الخلايا المرئاتية اللي في مخك. يعني لو حضرتك قلت إن سالي هتدور على الكورة في السلة، يبقى أنت قدرت تحط نفسك مكانها وتفكر زي ما هي هتفكر بالظبط، بناء على المعلومات والمعطيات اللي عندها مش اللي عندك أنت. وده يقول إن ما شاء الله خلايا مخك المرئاتية موجودة بشكل جيد وشغالة تمام وزي الفل. أما لو حضرتك قلت إن سالي هتدور على الكورة في الصندوق، فيبقى حضرتك ما قدرتش تخرج بره مخك وما قدرتش تحط نفسك مكانها وفكرت زي ما انت شايف مش زي ما هي شايفة، بناء على المعلومات والمعطيات اللي عندك انت مش اللي عندها هي. وده بيقول إن خلايا مخك المرئاتية مش موجودة كتير أو مش شغالة كويس. أما بالنسبة لمعناه فده موضوع تاني خالص وربما يحمل لك بعض المفاجآت. معناه بكل بساطة إن مش لازم اللي حضرتك تكون شايف ومتأكد إنه صح 100% يكون من وجهة نظر حد تاني صح بنفس الدرجة، لأن المعلومات والمعطيات اللي عند حضرتك ممكن تكون مختلفة تماما عن المعلومات والمعطيات اللي عند غيرك. معناه إنه مش لازم اللي انت عارفه ومصدقه يكون هو بس اللي لازم يتعرف ويتصدق، وإنه مش شرط اللي حضرتك تكون مقتنع بيه ومتأكد منه يكون هو نفسه اللي لازم كل الناس تقتنع بيه وتتأكد منه. معناه إنه ما ينفعش تكون لوحدك انت اللي صح وغيرك كلهم غلط مهما كان عندك حجج وبراهين. معناه إن غيرك من حقه يفكر ويجتهد ويوصل بطريقته المناسبة ليه ومن خلال السكة اللي هو شايفها أفضل من غير ما يؤذيك أو تؤذيه طبعا. معناه إننا محتاجين نتعامل بالراحة شوية مع نفسنا وبالراحة شويتين مع بعض. بلاش نصادر على رأي غيرنا، بلاش نحتقر المختلف معنا في الرأي أو الفكر أو المعتقد أو اللبس أو أي حاجة. حكاية سالي وآن جزء من نظرية علمية حديثة مهمة جدا اسمها Theory of Mind، وهي إحدى الحاجات الفارقة اللي فسرها اكتشاف الخلايا المرئاتية، الاكتشاف اللي غير مسار العلم بشكل غير مسبوق وغير في فهمنا لنفسنا ولغيرنا ولعلاقتنا ببعض. اسأل نفسك بقى، قد إيه تقدر تحط نفسك مكان غيرك؟ قد إيه تقدر تتفهم طريقة تفكيره اللي مبنية على عوامل كتير قوي مختلفة تماما عنك؟ قد إيه تقدر تروح لغاية عنده وترجع عندك تاني؟ زي ما انت شايف إن غيرك غلط هو برضو شايف إنك غلط، وزي ما انت متأكد إنك صح هو برضو متأكد إنه صح. المتاح ليه غير المتاح ليك، اللي يعرفه غير اللي تعرفه، اللي تربى عليه غير اللي تربيت عليه.
مستوى ذكائه غير مستوى ذكائك، مرونة تفكيره غير مرونة تفكيرك، عقله غير عقلك، جيناته غير جيناتك، ظروفه غير ظروفك، اهتماماته واحتياجاته وقدراته، مئات بل آلاف المتغيرات والمحددات. اللي يستوعب ده هيقدر يفهم ويعذر ويسامح، هيقدر يحط نفسه مكان غيره، هيبطل يحكم على الناس أحكام سريعة وقاسية، هيقبل الاختلاف ويستحمل التناقض، هيكبر عقليا وينمو نفسيا وينضج إنسانيا. هو ده الدين الحقيقي، وهو ده السعي الحقيقي، وهو ده الحب الحقيقي بجد. القيامة النفسية، زي ما كل واحد فينا ليه عيون خارجية بيشوف بيها العالم والناس ويراقب بيها الحياة والأحداث ويسجل من خلالها المواقف والذكريات، برضو كل واحد فينا جواه عيون داخلية. العين الداخلية بتبص على صاحبها من جوه، بتشوف نواياه ودواخله وبتراقب تصرفاته وأفعاله، وبتسجل علاقته بنفسه وعلاقته بالآخرين، سواء أعلن عنها أو لم يعلن عنها، تصرف على أساسها أو لم يتصرف، تحكم فيها أو اتحكمت فيه. العين دي بتفضل تراقب وتتابع من غير ما تنطق ولا كلمة، صمت مطبق، هدوء تام، سنين وسنين قد تطول وقد تقصر، عمالة تشوف وتسجل وتخزن على قرص إلكتروني حيوي شاسع المساحة. موقف من هنا، تصرف من هنا، خير من هنا، شر من هناك، حب على كره، حقد على حسد، معروف على منكر، وفاء على ندالة، أمن على خيانة، وغيرهم. وبعد ما تعدي السنين ويقطع الواحد من رحلة عمره شوية أشواط، يقرر عقلنا إنه يقف معانا وقفة مفاجأة دون أي سابق إنذار، يفتح فيها الدفاتر القديمة ويفرغ فيها محتويات عيوننا الداخلية بمنتهى الدقة، يراجع المواقف، يحسب الحسابات، وتقوم القيامة. مش قصدي طبعا بالقيامة اليوم الآخر اللي ربنا هيحاسبنا فيه، لكن قصدي تقوم القيامة النفسية اللي هيحاسبنا فيها عقلنا ونفسنا وجسمنا، وياخدوا فيها أحكام صارمة وقاسية جدا، إما بمكافأة ذاتية لا تقدر بثمن، وإما بتدمير ذاتي باهظ الثمن. هقولك على حاجة غريبة جدا، ساعات اللي فينا بيكون عامل عملة أو مرتكب خطأ معين بيخلق بشكل غير واعي كل الملابسات، ويهيأ بترتيب من عقله الباطن كل الظروف علشان يتكشف ويتفضح أمره. معقول؟ معقول. يعني بدل ما يوقف غلطاته ويرجع فيها، لا، ده يكررها هي مرة واتنين وتلاتة، وكل مرة تكون أخطر من اللي قبلها وأسهل اكتشافا من اللي قبلها، كأنه بيقولك شوفوني أنا هو. وبدل ما يستر نفسه ويداري عليها، بيسعى بشكل دؤوب ومستمر إنه يفضحها، كأن عقله الباطن قرر في لحظة ما إنه يعاقبه ويجلده ويحاسبه على الفواتير القديمة. حاجة تانية، بعض الناس بيجوا عند نقطة معينة في حياتهم وجسمهم يقرر يخونهم، يقع ويتهد وينهار، جلطة مفاجأة في المخ دون أي سبب مفهوم، ضغط في يوم وليلة من غير أي مقدمات، سكر غير متوقع ولا منتظر، والأصعب والأشد هو ما يسمى بأمراض المناعة الذاتية، اللي بيتحول فيها جهاز المناعة من صديق إلى عدو، وبدل ما يحارب للخارج ويدافع عن الجسم، يحارب للداخل ويهاجم الجسم، وتنتج مجموعة هائلة من الأمراض لغاية النهاردة الطب مش عارف لها سبب ولا عارف لها علاج. وطبعا كل ده كوم، والسرطان كوم تاني اللي برضو لغاية النهاردة الطب مش عارف له سبب ومش عارف له علاج، وكأن الجسم بيقرر أحيانا إنه يعاقب صاحبه ويوجعه، وكأن الجسد استدار على ساكنه. حاجة تالتة، كتير من المرضى النفسيين بيكون جزء كبير من مرضهم عبارة عن إحساس عميق بالذنب. الاكتئاب أحد أهم أعراضه هو الشعور بالذنب. الهوس عكس الاكتئاب بيفسر على إنه طريقة نفسية ذكية للهروب من الإحساس بالذنب. الفصام في أعتى صوره الكاتاتونيا بيكون وراه كتلة ضخمة من الإحساس بالذنب. الإحساس بالذنب هو إحدى القوى الكونية الهائلة القادرة على تفتيت النفس وتفسيخ أواصرها، كل ده بشكل غير واعي وبتدبير خفي وتخطيط محكم. إحنا زي ما عقلنا بيشتغل لصالحنا، ممكن ساعات يشتغل ضدنا، وزي ما جسمنا بيساعدنا ويسندنا، ممكن أحيانا يقاومنا ويحاربنا. وزي ما في قيامة وحساب إلهي في الآخرة، ساعات بيكون في قيامة وحساب نفسي في الدنيا. هل دي قاعدة؟ هل ده يسري على كل الناس؟
هل ده يمنع حساب ربنا وعقابه لينا سواء في الدنيا أو في الآخرة؟ طبعا لأ. في حاجة اسمها ابتلاء، وفي حاجة اسمها مصائب، وكتير من الأمراض العضوية والنفسية بتحصل لأي حد حتى للأطفال. لكن كل ده عبارة عن مجموعة من الملاحظات والتفسيرات في بعض الناس. سماها صديق الطبيب النفسي العبقري دكتور محمد أيمن نظرية العقاب الذاتي، وأنا بسميها القيامة النفسية. اللي كانت رحلته مع نفسه فيها تزكية ومع الآخرين فيها احترام وتراحم، هتتفتح من جواه أبواب الجنة النفسية الداخلية اللي مليانة سكينة ونور ورضا عن نفسه وعن حياته مهما كان فيها مصاعب. واللي كانت رحلته مع نفسه فيها تشويه ومع الآخرين فيها ضرر وأذى، هيثور عليه عقله ويوقعه في شر أعماله بتدبير محكم من أعمق أعماقه، وهيتمرد عليه جسمه ويعاند فيه بكل إصرار وترصد، وهتفتح عليه نفسه أبواب الجحيم النفسي الداخلي. في جوانا جزء مراقب، ساعات بيكون مكافئ وساعات بيكون معاقب. الجزء ده جاهز ومستعد للعمل في أي وقت من دون سابق إنذار. مش عارف إيه ممكن يمنعه أو يوقفه، مش عارف إيه علاقته بالضمير والأنا الأعلى، مش عارف هو خير ولا شر، ملاك ولا شيطان. لكن اللي عارفه كويس إن الجزء ده موجود ومستني ومتربص جوه عقلك وداخل جسمك وفي أعماق نفسك، وإنه يمكن تكون إحدى وسائل الحماية منه إنك تحب نفسك وتحترم غيرك وتراعي ربنا. ساعتها تقدر بجد تتقي شر نفسك وتملك زمام جسمك وتأمن مكر عقلك. وخلي بالك ده جزء واحد من أجزاء كتيرة جدا موجودة جواك، هعرفك عليهم بالتفصيل خلال دقائق. والآن من فضلك أرجع مقعدك للخلف واربط حزام الأمان، واستناني في الجزء اللي جاي من كتاب لأ بطعم الفلامنكو.